السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ مرحبا بكم عندي في قناتي عالم لطيف الصغير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الطبق ديال اللدان بالبرقوق اللي كيجي زوين ولذيذ بزاف. جربوه ما غاديش تندموا عليه. ما تنساوش تابعوا القناة ديالي بجيم وابوني، وبقاو معايا تابعوني حتى الاخر مع المقادير والطريقة ديال التحضير. عندي هنايا 5 كيلو ديال لادانت، فخوذة ديال لادانت. غسلته مزيان بالملحة ورقدته في سكنجبير والملح والخل مزيان حتى تحيدات منه هذيك الزفورية ديالو، يعني وخليته حتى تسقطر مزيان حتى نشف. يعني كيجي زوين بزاف هاد لادانت الطياب. غادي ندير معاه هنايا عندي 4 دروز ديال الثومه، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه كبيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال قعقله وبسيبيسه، 4 الضمات ديال الزعفران. عندي هنايا معلقه ديال العطريه كبيره ديال العطريه ديال الدجاج، معلقه كبيره ديال الخرقوم معواد مطحون، خرقوم بلدي. عندي هنا معلقه ديال السمن، عندي عويده ديال القرفه وكاس ديال الماء، كاس تاع الماء. غادي ناخد الطاسه فاش غادي ندير العطريه. غادي ندير السمن، ندير عليه الثومه، البزار، قلاوه بسيبيسه، معلقه كبيره ديال السكنجبير، الخرقوم بلدي، العطريه ديال الدجاج، دامات ديال الزعفران، بيعدو زعفران شعره يديرو، والعويدات ديال القرفه. غنزيد عليهم داك الكاس ديال الماء. غادي نخلطهم مزيان، وغادي نزيد المليحه نسيتها، يعني ما غاديش نكتر الملحه، يعني على حساب حيت الضمات ديال الزعفران مالحين والسمن مالح، درت غير القياس ديال الملحه. غادي نخلطهم مزيان حتى ينسجموا، وغادي ندير نقد فيهم هذاك اللادان ديال، يعني غادي نديرو في العطريه مزيان. صدقوني غير جربوا هاد الوصفه كتجي زوينه، يعني كيجي بحال اللحم تقريبا، يعني كيجي زوين، ما كتجيش فيه داك الزفوريه، يعني كاين اللي كيقول لك اللادان تزفر، بالعكس الا غسلتيه مزيان وهذا ما كتجي فيه لا زفوريه لا والو، كيطيب كيجي زوين، كيجي لذيذ بزاف. هنا من رق دزت عليه داك العطريه اللي بقات. انا دابا هنا حيت درتو ليله قبل ما نطيبو، يعني رقدتو في الليل والصباح ان شاء الله عاد غادي نطيبو. هنايا غادي نغطيه بواحد البلاستيك غذائي، غنغطيه بلاستيك غذائي ان شاء الله، وغادي نخليه في الثلاجه حتى الصباح ان شاء الله باش يترقد. واللي بغى يطيبو في نفس النهار على الاقل يرقدو واحد ساعه ولا ساعتين غير باش تدخل فيه العطريه ديالو باش كيجي لذيذ. انا غندخلو للثلاجه حتى الصباح ان شاء الله، وغادي نطيبو. خديت هنا الطنجره، غادي نستف فيها هذاك لادانت، غنستفو فيها كامل.
غادي نستفو هاديك العطرية يعني اللي غادي تبقى حتى هي غادي نزيدها على الطنجرة، حتى هي غادي نزيدها وغادي نديرو فوق هذا فوق البوطة باش يتقلى ليا غير في داك الماء ديال داك العطرية. يعني انا درتو فوق البوطة، غنخليه يتقلى واحد شوية في داك الماء ديال داك العطرية باش يشرب ليا العطرية مزيان. غنخليه تيشرب العطرية مزيان. من بعد ما تقلى غادي نزيد عليه البصلة وزدت عليه كاس ديال هذا ديال الزيت، يعني كاس عامر ديال الزيت ما بين الزيت الرومية والزيت البلدية. غنحاول انني ندير البصلة كلها لتحت باش تقلى ليا. البصلة كلها غادي نديرها في تحت من لاداند، وغادي نخليها تقلى حتى تطلق هذاك الماء ديالها. انا هنا ما غنزيد لا ماء لا حتى شي حاجه، يعني غادي نخليه يتقلى مزيان، ما غنزيد لا ماء لا والو. غنخليه كيطيب في داك الماء اللي غادي يطلق البصله، والماء اللي كيطلق لاداند هو فاش غادي يطيب. ما زدت لا ماء لا حتى شي حاجه حيت اصلا البصله كتطلق الماء. وغادي نغطيه وغادي نخليه حتى يطيب. هنا من بعد ما طاب ليا لاداند انا حيدته. من بعد ما طاب لاداند حيدته، غنديرو في واحد في الطنجره بوحدو. وغادي نخلي داك البصله حتى تشحر ليا. غادي مع التحريك المستمر غادي نبقى نحرك فيها، حيت الا خليناها غادي تلصق في الطنجره. يعني غادي نبقى نحرك في هذيك البصله حتى تشرب ليا مزيان وتوقف في اليدام ديالها، يعني ما يبقاش فيها الماء. بهذه الطريقه بهذا سميتو كتبقى حتى كتولي واقفه في اليدام ديالها، يعني ما كيبقاش فيها الماء. نحركها حتى تنشف لينا من الماء مزيان، كتبقى غير داك الزويته ديالها حتى البصله كتبدل ليها اللون ديالها، كتولي مدغمره مزيان. وبهذه الطريقه كتجي لذيذه، كتجي زوينه بزاف. يعني هنايا من بعد ما تشحرات مزيان غادي نطفي عليها من بعد صافي، وغادي نخليها حتى نبغيو نقدموه ان شاء الله. هنايا درت البرقوق مع الماء، درتو باش يطيب. خليته فوق البوطه حتى طاب. ملي طاب هنايا هو البرقوق ديالي طاب، نزيد عليه السكر. يعني اللي عنده سنيده راه غادي يدير سنيده. المهم السكر اللي كان متوفر عندي، واحد شويه ديال القرفه. غنحركو وغادي نخليه حتى يتعسل ليا مزيان. هو اللي عنده القرفه عواد من الاحسن يديرها، انا ما بقاش متوفره عندي. يعني اللي عنده القرفه عواد يديرها، كتجي حتى هي زوينه، ما كتعطيش داك اللون ديال القرفه في الماء، يعني ما كتكحلش. او هنايا من بعد ما تعسل ليا البرقوق غنطفي عليه ونخليه جانبا. هنا ملي طاب ليا كلشي بغيت نحط العشاء. ها هما كيجيو الفخيدات من بعد ما كيطيبوا، كيجيو زوينين، كيجيو محمرين غير راسهم، وكيجي زوين، يعني ما يحتاج انه غير يتحمر في الفران. مع كيطيب على خاطرو كيجي محمر، كيجي لذيذ.
نعاود نقولها لكم مرة أخرى، غير جربوه راه كيجي زوين. أغلبية ديال الناس كيقول لك لا دند لا كيجي زفر في المرقة ما كيعجبهمش، ولكن بهاد الطريقة كيجي زوين. أنا حتى أنايا من هادوك الناس اللي كنقول لا دند كيجي زفر، ولكن بهاد الطريقة هكا كيجي زوين. جربته بهاد الطريقة يعني كيجي زوين، ما ندمتش عليه، ويعني مرة كنديرها كيجي زوين. يعني حتى لا عندك الضياف ولا عندك هادي كيجي زوين، يعني ما كيبانش أنه لا دند عيان، كيجي زوين، كيجي لذيذ بزاف. ولاصوص ديالو حتى هي كتجي خاطرة، يعني تقريبا بحال المريقة ديال اللحم. زينتهم من الفوق بالبرقوق. وغادي ندير عليه اللوز من الفوق. اللوز اللي حيدت ليه القشرة، سلقته حيدت ليه القشرة وقليته في الزيت. تيبقى هذا هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش جيم وابوني، والى اللقاء.